السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في مطبخ زينب علام. النهاردة بقى قلنا ايه نعمل فطيرتين حلوين كده. تعالي اقولك ازاي الفطير بتاعك يبقى مورق وجميل وبأسهل وأبسط وأسرع طريقة. هنجيب الدقيق المناسب بتاعنا ونحط عليه شوية الملح بتوعنا السنة وهننخلهم كويس. الناس بقى اللي بتخاف من عجن اي حاجة، تعالي اقولك ازاي ان انتي تبقي خبرة جدا في العجين. اول حاجة تعمليها ان انتي تحطي مية براحتك خالص طول ما في دقيق كتير. حسيتي ان الدقيق بينقص معاكي، خلاص بتبدأي تقللي كمية المية اللي انت هتحطيها. اهو زي ما انتوا شايفين كده، دخلت الدقيق وحطيت مية دافية وبحط على قد معجن كويس. عايزة اقول لكم ان انتوا مشرفيني ومنوريني في مطبخ زينب علام. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اتوه، بنقول اتوه الدقيق في قلب المية بتاعتنا. والفطير ما بنحتاجلوش اي حاجة غير ان احنا بنحط له مية. عايزة الفطير معاكي يبقى احلى بكتير من بتاع بره، تعملي ايه؟ تريحي العجينة وتعجني العجينة كويس جدا. الفطير بيحب العجين ان هو يكون معجون كويس. يعني مثلا انا قعدت اعجن فيه اكتر مثلا من تلت ساعة. اهو شايفين بعمل ازاي. بعد ما خلصت عجن كده غطيته وقلت ايه يستريح. شايفين البقاليل والفقاقيع دي دليل على ان العجين بتاعي استريح كويس. جبت بقى صينية وحطيت فيها نقطة زيت وهبدأ اقطع العجين، اعملها زي كور كده. عايزة اقول لكم ان في كذا طريقة للفطير غير الطريقة اللي انا بعملها دي، بس دي احسن واسرع طريقة انا بحبها صراحة. وبتطلع كمان الفطير معايا حلو قوي 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 وسريع وبيبقى مورق كده وجميل قوي. اهو بعمل بقى الكور على حسب الحجم اللي انا عايزاه. عايزه الفطيره صغيره انا بعمل الكور صغير. عايزاها كبيره زي ما انتم شايفين بعمل ايه الكور كبيره ساندة نفسها شويه. اهو ببدأ اساوي الكور بعملها. الكور تبقى مدوره واخده وضع حلو، مش منعكشه، عامله زي البيضه يعني كده. اهو شايفين الجمال والحلاوه. اقطع بقى كميه العجين كلها في صواني كده وبرضه اسيبها تستريح. عايزه اقول لكم ان الفطير كل ما تسيبيه يرتاح كل ما يطلع لك فطير تحفه. بعد ما خلصت الكميه بجيب شويه زيت في ايدي كده ويكون زيت طعمه حلو وابدا احط على وش الكور اللي انا عملتها. طب ليه يعني الخطوه دي؟ عشان بنقول لك ايه، ما نقشفش، عشان العجين ما يقشفش. يعني ايه ما يقشفش؟ يعني ما ينشفش من على الوش. وكمان بعد ما بحط الزيت ده بغطيه بطبق او حاجه برضو عشان الهوا ما ايه ما ينشفوش. بقطع كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. والله طريقه سهله وما خدوش مني ساعه حتى بالتسويه بكله. هو اللي اخرني فكره ان انا كل حاجه بعملها بسيبها ترتاح. كل مرحله يعني بعملها بسيبها ترتاح. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت الكور دي برضو سيبته يرتاح تاني. صلوا بقى على رسولنا الكريم كده واذكروا الله. شايفين سهل وبسيط قوي قوي، مش محتاج اي حاجه. دور الكوره كده وايه قطعيه بالطريقه اللي تعجبك، بس اهم حاجه تبقى الكور متناسبه وكلها قد بعض. بس بعد كده جبت السمنه بقى اللي انا حابه اعمل بيها. دي سمنه بقري، مش سخنه بتغلي يعني، لا هي دافيه خالص. وبصوا بقى عشان العجينه مرتاحه، بصوا شايفين بيمشي معايا زي الصاروخ، لا بيلم تاني ولا العجينة بتكش ولا الكلام ده خالص. اهو هبدأ افرد طبقات العجين بتاعتي. اهو شايفين افرد بكل سهولة طبعا لان هو مرتاح وبيتفرد معايا بسرعة قوي. وابدأ احط طبقة على طبقة على طبقة.
عايزة اقول لكم لو انت حابة الفطيرة تبقى كبيرة زي ما انا عاملاها كده، هتعملي 25 رقاقة من دول. حباها صغيرة بتقللي، كل ما تصغري بتقللي معاكي. يعني مثلا انا عملت فطيرة 25، وعملت فطيرة 10 ورقات او 10 رقاقات. كل طبعا ما تكتري في الرقاقات بيبقى عندك الفطيرة اكبر. اهو شايفين بكل سهولة وسلاسة ومفيش. انا بحب الطريقة دي جدا. على فكرة في طرق كتير قوي قوي للفطير. وبرضو بين كل طبقة وطبقة بحطها، يعني بين كل 3 طبقات بعضها بحط رشة سمنة كده، عشان يبقى مورق معاكي كده في السوا وبيبقى جميل قوي. طريقة سهلة وبسيطة قوي، وعايزاكم كلكم تجربوا الطريقة دي. ان هي طريقة قديمة قوي، بس هي احلى طريقة واسرع طريقة للفطير. لو 10 فطيرات هتعمليهم في ثواني. بصوا بغرز العجين ازاي. اهو اديني بعد اهو، فاضل كام ورقة للفطيرة. حطهم قدامي. واهو بعمل بقى واحدة كبيرة، الم بيها الفطيرة كلها. موضوع سهل جدا. وكل ما ترققي في الورقة بتاعتك او الرقاقة بتاعتك، كل ما الفطير بيطلع رقيق وبيطلع مورق وجميل قوي قوي. وهوريكم برضو التسوية بتاعته، عشان خاطر التسوية برضو بتفرق معاكي قوي في الفطيرة بتاعتك. نحط سمنة ونفرد، ونحط الطبقات على بعضها. اهو بصوا بقى واحدة كبيرة كده، رقاقة كبيرة. وابدأ الم الفطيرة كلها على بعضها اهو، بكل سهولة. الله، شايفين مبقللة ازاي؟ دي برضو من ان يبين لك ان هو الفطير مرتاح بتاعك، او العجينة بتاعتك مرتاح. حطيت في الصينية على طول اللي انا هسوي فيها، وهحط الفطيرة كده وهسيبها. بوريكم ان هي مبقللة يعني. دي تاني فطيرة اهي هحطها برضو. وبرضو سبته، انا سبته يجي ساعة يرتاح معايا في الصواني كده قبل ما اسويه. وده على حسب ما انت عايزة يعني. شايفين اهو، كان جميل قوي. قمت بقى عملت الغدا وشفت ورايا ايه، وبعد كده سويته. هنا بقى كنت قدام الفرن اهو، وكان فات ساعة وارتاح كويس جدا. بصوا بصوا الفطيرة، بسم الله ما شاء الله. شايفين سهلة ازاي، وبتتفرد بكل سهولة معايا، مش بتلم تاني، ومبقللة كلها. الفقاقيع دي بتدل ان العجينة بتاعتك مرتاحة، والفطيرة بتاعتك هتطلع مورقة وجميلة قوي. حتة سمنة بقى، زبدة عندك، حتة قشطة، تقدري ان انتي تحطيها على وش الفطيرة. مش حابة تحطي حاجة، مكتفية بالسمنة اللي احنا بططنا بيها الفطير. خلاص دي ايه بتاعتك اهو. الله، حتة زبدة عندي اهي. وبدأت ان انا احطها على وش الفطير بتاعي، وابدأ ادخله الفرن بقى. لو الطريقة عجبتكم ولو الفيديو عجبكم، يا ريت ما تنسونيش باللايك يا ولاد، والاشتراك في القناة. ادي اهو حطينا بقى في الفرن بقى. وبحطه في درجة حرارة مش آه مش عالية، عشان ما السمنة ما تحرقش معايا. بوريكم تاني واحدة اهي. والله كان جميل، كان طعمه تحفة. عايزاكم كلكم تجربوه. جربوا الطريقة وتجربوا الوصفة النهاردة. وما تخافوش من العجين، وما تخافوش. الناس اللي بتخاف من كل حاجة، ما تخافيش، جمدي قلبك ومفيش حاجة هتبوظ ان شاء الله. الزبدة بقى، طبعا الولاد حواليا اهو. طبعا بقرب اوريكم قد ايه هو مرتاح، ومطلع الايه البقاليل اهو. بصوا بقى الفطيرة طلعت، بسم الله ما شاء الله. مع السلامة.